في عندنا جوع حقيقي وفي جوع كاذب. الجوع الكاذب ده هو بيكون السبب غالبا بيخليكي تزيدي في الوزن، لان هو بيكون نخلينا ناكل حاجات احنا مش محتاجين ان احنا ناكلها، وبيجي في اوقات احنا مش محتاجين اصلا ان احنا ناكل فيها، فده بيكون سعرات زياده علينا فبنزيد في الوزن بسببه. النهارده هتكلم معاكي عن الجوع الحقيقي والجوع الكاذب، وازاي تفرقي بينهم، وازاي كمان تحلي مشكله الجوع الكاذب. انا دكتور ايمان اشرف، صيدلانيه اخصائيه تغذيه علاجيه، بقدم هنا على الاكونت محتوى عن التغذيه وعن اضطرابات الطعام، فتابعيني وهتستفيدي جدا. طيب، ايه هو الجوع الحقيقي او ايه علامات الجوع الحقيقي الباينه قوي كده؟ ان انت هتحسي ان الجوع جاي من البطن. انا بطني بتقولي انا عايز اكل، عارفين اللي هو عصافير بطني بتصوصو، محتاجه ان انا اكل دلوقتي عشان انا فعلا جعانه. الجوع الحقيقي بيكون فيه اي حاجه هاكلها، انا يعني اي اكل قدامي انا هاكله، وخصوصا البروتين، يعني انا جعانه فانا هاكل اي حاجه هلاقيها قدامي. الجوع الكاذب بقى العكس، انا دايما بكون عايزه اكل حاجه بعينها. انا نفسي رايحه ان انا عايزه اكل سينابون مثلا، فانا عايزه اكل سينابون مش عايزه اكل حاجه تانية. تمام، دي اكتر علامه للجوع الكاذب. كمان الجوع الكاذب دايما بيجيلك مع شعور ان انا عايزه، انا عندي مشاعر مش عارفه اتعامل معاها، انا عندي فراغ، انا ورايا حاجه تقيله وصعبه ومش عايزه اعملها، فكأن مثلا ايه، انا عايزه اهرب بالاكل، يعني اللي هو ايه، انا عايزه اتلهي في حاجه تنسيني الواجبات اللي ورايا، او عندي مشاعر صعبه مش عارفه اتعامل معاها فعايزه اكل عشان اسكت المشاعر دي. تمام، لو في صوت معلش عشان احنا على الطريق فصوت العربيات يعني. دي اكتر الحاجات اللي بتميز الجوع الكاذب. طب تعالي دلوقتي بقى اقولك ازاي بنعرف نتعامل مع الجوع الكاذب وازاي نعرف نحل الموضوع. بس قبل ما اقولك في حاجه كمان ممكن ان انا اضيفها، وهي ان الجوع الكاذب عشان تميزيه لازم انت اصلا يكون اكلك مظبوط، لان لو حد مثلا اكله كله بيرفع مستوى سكر الدم، وده العادي بتاعه ان انا اكلي كله بيخليني اجوع اصلا، يعني طول النهار باكل كربوهيدرات بسيطه طول النهار، هو ده طبيعه اكلي، فالاكل ده اصلا بيجوع بيخليني عايزه اكل منه تاني عشان مستوى السكر بيقل فعايزه ازوده. فلازم اول حاجه عشان اقدر ان انا اعالج الجوع الكاذب اللي عندي، او ان انا اعرف اصلا اذا كان في جوع كاذب ولا ده عشان انا باكل غلط، ان انا اظبط اكلي. ما طبيعي انت بتتفرجي على الفيديو دلوقتي عشان انت عايزه تخسي مثلا. تمام، طيب، فاول حاجه بقى احنا محتاجين نشتغل عليها ان احنا ننظم اكلنا اصلا، ان انا اكلي ما اقومش ابدا اليوم بسكر، ما اكلش وجبه فيها نشويات بسيطه كده لوحدها، اكلي يكون فيه نسبه بروتين، اشرب ميه كفايه، الحاجات اللي هي بتاعت الطبيعيه اللي احنا المفروض كلنا نمشي عليها، ان انا اهتم بنسبه البروتين في اكلي، وان انا اشرب ميه كفايه، ان الوجبه بتاعتي تكون متكامله، والكربوهيدرات اللي فيها احاول تكون معقده، وان انا اكل سلطه. دي اول حاجه. تاني حاجه شرب الميه على قد ما اقدر، طبيعي لازم ان انا اشرب ميه كفايه، عشان ساعات كتيره قوي لما بنشربش كتير جسمنا بيترجم العطش ده على ان هو جوع. الحاجه اللي بعد كده ان احنا نثبت مواعيد اكلنا. لو جيتي عملتي دايت، انا مثلا بعمل الدايت مع البنات، انا بسالها دايما انت نظام يومك ايه. لو هي مثلا في واحده ممكن يبقى جوزها مثلا بيجي متاخر فهي بتسهر فبتنام، مش صح، بس هي ظروف حياتها كده، واحده بتشتغل بالليل فهي بتسهر، فلازم انا ابقى عارفه طبيعه يومك، وانت كمان تبقي عارفه طبيعه يومك عشان تقسمي الوجبات على النظام بتاع يومك. فانت محتاجه تقسمي وجباتك وتبقي عارفه هتاكلي الساعه كذا، فلو في جوع قبل الساعه كذا يبقى ده ايه، مش اكل قوي. الحاجه اللي بعد كده، لو انت بتروحي دايما للجوع الكاذب ده عشان تداري على مشاعرك، فانت لازم تحلي موضوع مشاعرك. يا جماعه المشاعر المؤذيه لو ما حلتيهاش ولو ما تعاملتيش معاها بشكل واعي، هي هتفضل واقفالك زي مش هتروح، يعني هتفضل كده واقفالك في حياتك، هتعطلك، مش بس ان انت بتهربي بالاكل، هي هتعطلك في كل حاجه. فلازم تشتغلي على انك تفهمي مشاعرك، لازم تشتغلي على انك تفهمي الحاجات اللي بتضايقك، وتشتغلي على الموضوع ده بجد، هو هيفرق في كل حاجه في حياتك. يعني اما ركزت في دراسه اضطرابات الطعام والعلاقه بين النفسيه والاكل، لا في حاجات كتير قوي هتتحسن لو بس انت عرفتي تتعاملي مع مشاعرك وعرفتي تفهمي نفسك صح. النقطة اللي بعد كده برضو الفراغ، لازم يبقى في حاجة مليالك وقتك، لازم يبقى انا في هدف بسعاله غير الاكل. احنا مش جايين الحياة دي عشان احنا نبقى زهقانين فناكل، لازم ابقى بتعلم مهارة، بذاكر حاجة، بشتغل، بعمل اي حاجة تاخد جزء من وقتي، ويومي يبقى متنظم بالاولويات بتاعتي، لان طول ما في فراغ دماغك عايزة تهدى فهتقولك ايه كلي. النقطة اللي بعد كده، معرفش بيحطوا البتاعة دي ليه في العربيات.
النقطة اللي بعد كده التمرين بيظبط وبيزود هرمون الدوبامين، فانت لو بتتمرني انت بتاخدي هرمونات سعادة بشكل طبيعي، ده بيقلل من رغبتك في انك تاخدي هرمونات السعادة دي من الاكل. فمهم جدا انك تتمرني. عايزة طبعا الافضل ان احنا ننزل جيم ونتمرن تمارين مقاومة، عايزة تتمرني في البيت، المهم ان احنا نتمرن. ظبطي الفيتامينز بتاعتك، عشان ساعات كتيرة قوي مثلا لو فيتامين دي ناقص هيديكي شعور مستمر بالجوع، هتلاقي نفسك طول الوقت جعانة وطول الوقت عايزة تاكلي. فظبطي نسبة الفيتامينز بتاعتك، تأكيد ان هي مظبوطة. لو عندك انيميا برضو تظبطي نسبة الحديد. بجد الفيتامينز من اكتر الحاجات، يعني انا ببقى بتابع مع بنات مثلا كانت بتجوع كتير وبتحاول تعمل كل حاجة ومش عارفة تمشي على دايت، ومجرد ما ظبطت فيتامين دي عندها الموضوع اتحل. فالفيتامينز ما تستهونيش بيها، لان هي مهمه جدا جدا في الجسم وليها وظائف كتيره جدا. فلو في فيتامين قليل ممكن تلاقي نفسك بتجوعي كده بدون هدف. وبس دي شويه افكار قلتها لكم عن ازاي تعالجوا الجوع الكاذب. ولو عايزين بقى تشتركوا معايا هتلاقوا الواتساب بتاعي موجود، ابعتوا لي هناك رساله، عامله عروض حلوه قوي دلوقتي على المتابعه، فالحقوا استفيدوا منها. اشوفكم واعملوا فولو هنا وشوفوا المحتوى هنا، هتلاقوا فيديوهات كتير لو انا اول مره اطلع لكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.